السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو لسه اول مرة بتشوفيني انزلي من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، اعملي سبسكرايب واعملي كومنت حلو كده بمحتوى الفيديو وحط اللايك بتاعك الجميل. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا مختلف وجميل جدا. النهاردة هنعمل جولة في مول فتح الله الجديد في طنطا، وكمان هوريكم مشترياتي اللي انا اشتريتها من هناك. بس اسيبكم الاول كده في الجولة تستمتعوا بيها وتشوفوا العروض وتشوفوا بصراحة العروض هناك جميلة جدا. هسيبكم بقى مع الفيديو تشوفوا العروض بتاعتنا، وكمان وانا ماشية كده بصور لكم الحاجة كلها، المنتجات كلها بتاعتهم. يعني لقيت كمان حاجة الكهرباء اللي هي اللمض والمشتركات والحاجات دي، كل حاجة هناك يعني. والمنظفات بصراحة عليها عروض حلوة جدا. وكمان البرسيل والحاجات دي كلها، حاجة الغسيل والبريل والحاجات دي كلها والشامبوهات، كل ده عليه عروض. هسيبكم بقى مع الجولة تستمتعوا بيها بموسيقى هادية كده، وبعد كده اقول لكم انا جبت ايه في اخر الفيديو، كده اقول لكم انا جبت ايه. طبعا ما تجريش الفيديو، خليكي معايا لاخر الفيديو، هتستمتعي جدا بالجولة. وبصراحة الجولة كانت رائعة واستفدت منها كتير في الاسعار والخصومات. وكمان جبت حاجات كتير جدا من هناك كانت ناقصاني، وحاجات للفطار وكده. هسيبكم بقى مع الجولة تشوفوها ويا رب تستمتعوا بيها.
شكله حلو جدا، شكل المدخل كده واحنا داخلين بصراحة حلو جدا. تعالوا برضو انا هوريهولكوا كده من بعيد وانا خارجة كده، هوريهولكوا شكله عامل ازاي من بعيد. بصراحة انا كنت اول مرة اروحه، شايفين بقى شكله عامل ازاي وانت ماشية كده، حاجة مريحة للاعصاب وانتوا ماشيين كده، يعني بصراحة نظافة وحاجة كده حلوة جدا. تعالوا بقى اوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها. جبت حاجات للفطار وجبت لبن وجبت جبن وكده. كنت هنا بقى بفضل حاجة اللي انا كنت اشتريتها. كنت جايبة بقى، كان ناقصني بقى شوية حاجات كده، قلت هجيبهم بالمرة بقى وانا هناك، وقلت كمان اروح اشوف الدنيا فيها ايه، لان كنت اول مرة اروح هناك. وطبعا عشان انا مش واخدة على المكان هناك فكنت تايهة وكل شوية اسأل ده فين وكده. لان انا كنت بروح فتح الله تاني، فده جديد وكنت اول مرة اروحه. وبقوليلي برضو قولوله في الكومنتات ايه رأيكم في الجولة وفي المكان. انا عارفة ان هو يعجبكم جدا، والناس اللي هنا من طنطا بجد فتح الله ده حلو جدا، وهو نفس الاسعار ونفس كل حاجة يعني. هنا بقى كنت بوريكم الجبنة الموتزاريلا اللي انا بستعملها، بصراحة هي حلوة جدا. والكيس ده كان عامل تقريبا 49 جنيه. وكان برضو ناقصني، ما كانش عندي برضو الكاتشب. وجبت برضو ده كان عليه عرض كده، كان واحدة كبيرة كانت 900 جرام، يعني اقل من كيلو، حاجات بسيطة. وكان عليها واحدة كمان صغيرة. شايفين بقى الازاز الصغيرة اللي هي الفراولة والشوكولاتة دي صوصات. صوص فراولة وصوص شوكولاتة بستعمله على الكيك او على التشيز كيك. هنا بقى كان الزبادي كان عليه عرض، كان يعني كان الزبادي ده كبيرة، دي العلبة الكبيرة كانت الواحدة كانت واقفة ب2 جنيه، يعني ال12 دول كانوا ب24 جنيه، يعني كانوا موفرين بصراحة كتير جدا. هنا بقى كنت بوريكم الحاجة بعد ما رصيتها كده. جبت اللانشون اطياب حلو بحبه جدا، هو عامل زي حلواني كده. ودي جبنة رومي وسط. طبعا كنت جايبة جبن تانية بس كنت حطيتها في التلاجة عشان ما كانش ينفع تستنى اكتر من كده. وده بوريكم الفطير بتاعه، بصراحة الفطير بتاعهم ملوش حل، كله سمنة بلدي وطعمه جميل جدا. هنا بوريكم برضو الصوصات. بصراحة الصوصات دي حلوة جدا، هتنفعك برضو في تزيين الكيك وحاجات كتير جدا. وكنت جايبة الجبنة اللافاشكري دي، انا برضو بحبها حلوة جدا. وكنت برضو عايزة بقسماط عشان البانيه وكده. وده لبن نيوزيلندي حلو جدا بصراحة، لبن بودرة، بستعمل النوع ده حلو اوي. وده كان حاجات للاولاد بقى وكده. وكان الكاتشب برضو كان عليه عرض موفر 12 جنيه، يعني دي كانت ب40، كانت ب39، منزلين عليها عرض ب27 جنيه. وكده يا حبايبي تكون الجولة بتاعت النهاردة خلصت، وده المشتريات بتاعتي. ويلا اشوفكم على خير، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو اول مرة تشوفيني انزلي اشتركي في القناة واكتبي لي كومنت حلو. باي باي، مع السلامة.